قبل ما نسأل السؤال بتاعنا هو احنا ليه خرجنا من افريقيا، لازم نسأل نفسنا سؤال اهم، وهو ليه المنتخب اللي بعد حسن شحاتة مش هو المنتخب الكويس واللي بيلبي طموحات المصريين على قد ما هم عايزين وعلى قد حبهم للكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على يشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين وفي السودان وكمان في اليمن. ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، وعجل غير آجل. وخلينا نتكلم كده على موضوع حلقتنا النهارده، وهو ليه المنتخب بتاعنا مش كويس وليه المنتخب بتاعنا خرج من بطولة افريقيا. قبل ما نبدا بس الحلقه بتاعتنا، اخبطنا كده واحده لايك بس عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واشترك في القناه بتاعتنا وتابعنا، بنقدم محتوى حلو على فكره مش اي كلام يعني. خلينا بقى نتكلم ونبدا حلقتنا النهارده. هو احنا ليه خرجنا من بطولة الافريقيه من غير ولا فوز؟ 4 تعادلات اتعادلهم منتخب مصر من غير ولا فوز، وخرج على ايد الكونغو بركلات الترجيح. خلينا بس نتكلم فنيا على الماتش بتاع امبارح وايه اللي حصل فيه، بالرغم من ان هو ما فيهوش اي فنيات اساسا، عشان كده لما جبتلكش الشاشه وشرحت لك عليها، لان الماتش ما فيهوش اي ابداع من جانب المدير الفني روي فيتوريا، واللي ما يستحقش التواجد على رئاسه الاداره الفنيه لمنتخب مصر. لان اللي حصل امبارح ده ما هو الا عك كروي، لان انت اتصاب لك امام عاشور، اصبح ان انت ما عندكش واحد مهاجم او لاعب وسط مهاجم يقدر ان هو ينقل الهجمه من وسط الملعب لحد مركز الهجوم. وده اللي حصل امبارح فعلا، لما لقينا 3 لعيبه ارتكاز: محمد النني، مروان عطيه، وضيف عليهم كمان حمدي فتحي اللي عنده نزعه هجوميه بعض الشيء. لقينا في الشوط الاولاني منتخب مصر بدا ان هو يهاجم، وانا حسيت ان في انسجام، الاداء مختلف عن الماتشات اللي فاتت. لقينا اللعيبه بتلعب الكره على الارض، في رفعات بتتعمل، ممكن في جمل الى حد ما، اي نعم هي مش جمل باينه قوي بس اعتبر ان هي جمل. لقينا في لعب الى حد ما مرتاح في الشوط الاولاني. لكن اللي ما كانش حد ملاحظه ان منتخب الكونغو اساسا كان متراجع لنص ملعبه. منتخب الكونغو ما كانش بيتقدم عليك الا على مضض، اللي قدر فيه ان هو يحرز الهدف الاولاني وانت تعادلت معاه. لكن تعالى بقى في الشوط الثاني، منتخب الكونغو طلع من مناطقه الدفاعيه وطلع يهاجمك وفي وسط ملعبك، وبقى يتقدم عليك دفاع متقدم في الطريقه بتاعت اللعب بتاعته العاديه بتاع كريستيان دي سابر. لقينا المنتخب بتاع الكونغو متواجد في نص ملعبنا، وخط الدفاع بتاعه على دايره السنتر، ودي الطريقه اللي بيلعب بيها كريستيان دي سابر. ولو انت متابعنا من قبل كده هتعرف ان احنا شرحنا الطريقه بتاعت منتخب الكونغو وازاي بيلعب على الطريقه دي، وازاي هو عشوائي جدا في المناطق الهجوميه بتاعته. لكن ما علينا، احنا خلاص خرجنا يعني. خلينا بس نكمل كلامنا. منتخب الكونغو امبارح فضل ضاغط عليك في الشوط الثاني، وانت خلي عندك دم حتى، واعمل تغييره كويسه، طلع لاعب من وسط الملعب ونزل مكانه مهاجم، والعب باثنين بس ارتكاز، ويفضل يكون مروان عطيه وحمدي فتحي، والاثنين ما يتقدموش لقدام زي برضو ما احنا اتكلمنا قبل كده. لكن ده ما حصلش. انت فضلت تبدل مركز بمركز، طلعت لي مثلا فتوح، اللي فتوح حسن كان مصاب يا جماعه، طلعت لي فتوح ونزلت محمد حمدي، طلعت لي مش عارف مين كمان ونزلت مين كمان. يعني كلام غريب بصراحه. انت بدلت مركز بمركز من غير اي تغيير فني، ولا اللي يثبت ان انت عندك هنا عقل كروي. انت ما عندكش اي حاجه خالص، ما قدمتش اي حاجه خالص. المنتخب المناطق الهجوميه بتاعته كانت معزوله تماما عن مناطق الوسط ومناطق الدفاع، ما كانش فيه اي كوره بتوصل لقدام الا برضو على مضض. ووصل الامر ان انت غرقت بالطرد اللي حصل في الشوط الاولاني من الوقت الاضافي. محمد حمدي لما اتطرد احنا ما لقيناش اي بديل ليه غير عمر كمال عبد الواحد، اللي كان المفروض اساسا ينزل من بدري مكان فتوح. عمر كمال عبد الواحد من ضمن المراكز اللي بيلعب فيها، هو لاعب جوكر يا جماعه، من ضمن المراكز اللي بيلعب فيها هو الظهير الايسر، فكان المفروض ان هو ينزل مكان محمد حمدي، لان عمر كمال عبد الواحد اكفأ بكتير واثبت نفسه فعلا في الكام ماتش اللي فاتوا. لكن خلينا نكمل كلامنا. انت ما عملتش اي هجمه لقدام، فطبيعي جدا ان انت منتخب الكونغو يعديك ويوصل لدور ال16، خصوصا ان انت نفسيا مش جاهز. ادائك الفني في الملعب كان زي الزفت، وده اللي وصل اللعيبه لركلات الترجيح ومخليهم حاسين ان هم مهزومين نفسيا. علشان كده ابو جبل كان بيترمى ناحيه اليمين وما اترماش ناحيه الشمال خالص. كذلك الامر برضو مصطفى محمد اللي سجل ضربه جزاء في الشوط الاولاني وهي الهدف الاول، ما قدرش ان هو يسجل ركله الجزاء بتاعته او ركله الترجيح بتاعته اللي اتلعبت في ركلات الترجيح. عموما احنا خرجنا خلاص، ونتمنى طبعا لمنتخب مصر الاحسن في الفتره اللي جايه. بس خلينا نتكلم بقى على اسباب ما تحت الهرم. يعني انت خلاص طلعت بالهرم وعملت الاساس بتاعه ورميته، لكن انت دلوقتي محتاج تعرف ايه اسباب بوظان الهرم من تحت. تعال بقى وانا اكلمك. مبدئيا كده انت عندك دوري مكون من 18 فريق. الدوري بتاعك كان زمان كان مكون من 14 فريق، 14 و14 يعني 28، يعني انت كنت بتلعب 26 اسبوع. انت دلوقتي بتلعب كام اسبوع؟ انت حاليا بتلعب 34 اسبوع، وده اللي مشكل ضغط كبير على اللعيبه والانديه اللي بتلعب في المسابقات
المسابقات الافريقيه. كمان انت عمال تخترع لنا بطولات في وسط الموسم زي كاس الرابطه كده ومثلا كاس النخبه اللي اخده الاهلي الشهر اللي فات، فده كله بيشكل ضغط كبير على اللعيبه. يعني وصل الامر مثلا ان الاهلي او الزمالك ممكن يشاركوا خلال الموسم في حوالي 50 او 55 ماتش. تخيل انت لاعب بيلعب مع النادي بتاعه ومع المنتخب بتاعه حوالي 50 او 55 ماتش في الموسم. تخيل اسكوادات كامله بتلعب الكم الهائل ده من الماتشات. الاسكواد ده هيبقى عامل ازاي وهو متهالك جدا ومجهد جدا ومش قادر ان هو يكمل ماتشات معينه ويقف على رجليه. اللعيبه كتير بتتصاب طبعا في فرقه زي النادي الاهلي اللي بتوصل دايما للرمق الاخير في البطولات الافريقيه، بتوصل لحد النهائي وبنلاقي ان اللعيبه بتاعتها بدات تتساقط واحد ورا الثاني. كذلك الامر هو ده اللي بيحصل معانا في بطوله كاس الامم الافريقيه للنسخه الثانيه على التوالي. اللعيبه بتتساقط واحد ورا الثاني، اصابات كلها ورا بعضيها. فالمفروض ان انت تعمل ايه في موضوع الدوري بتاعك؟ المفروض ان انت تخلي الدوري بتاعك 14 فريق. 14 فريق يعني هتلعب 26 اسبوع. 26 اسبوع ده خفيف جدا بالنسبه للانديه اللي بتشارك في المسابقات الافريقيه. حاجه كمان لازم تتعمل وهي ان روي فيتوريا لازم يمشي من منصبه، واتحاد الكوره لازم بالكامل يقدم استقالته، لان الاداء والخسائر مش على مستوى المنتخب الاول بس، لا ده على مستوى المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب تحت 23 سنه ومنتخبات كتير جدا خسرت وخرجت من الدور الاول في المسابقات الافريقيه. حاجه اخيره حابب اتكلم عليها، انا بالنسبه لي بس في 2 مدربين هم الارجح والانسب للمرحله اللي احنا فيها، والاثنين المدربين دول منهم واحد مصري وواحد اجنبي. بالنسبه للمصري هو حسام حسن. انا بصراحه برشح حسام حسن لان حسام حسن عنده طاقه ويقدر يطلع المخزون البدني الكامل اللي عند اللاعب، ما بيخليش اي مخزون بدني عند اللاعب وبيطلع اللاعب في الماتش اكتر من مخزونه البدني، نقدر نقول 180 درجه. وعندك برضو هيرفي رينار. هيرفي رينار من المدربين الفطاحله اللي مسكوا في افريقيا. هيرفي رينار اخذ البطوله بتاعت افريقيا مرتين، مره مع كوت ديفوار والمره الثانيه مع منتخب زامبيا. انت قبل ما تصحح كل ده المفروض ان انت هتصحح الدوري بتاعك. المفروض الانديه اللي عليها مديونيات دي كلها تتفور كده وتتباع مثلا لخلايجه، زي مثلا الدوري الانجليزي ما هو عامل كده. الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي معظمها يا اما متباع للخلايجه يا اما من رجال استثمار من الصين او من مناطق تانية طبعا. فالمفروض الانديه الحكوميه زي الاسماعيلي زي الاتحاد زي المصري زي مثلا الترسانه، الحاجات دي كلها تقوم كده على بعضيها ويتجاب لها مستثمرين اجانب على الاقل يدخلوا لنا عمله صعبه للبلد، والانديه دي هتلاقيها قامت مره واحده وهتبقى المنافسه شرسه جدا جوه الدوري، وهتلاقي في ضخ مال طبعا في الانديه دي واللي طبعا ليها جماهير مش زي نادي بيراميدز اللي ملوش جمهور. فطبعا نادي بيراميدز مش عارف يحقق اي حاجه في مصر بسبب ان هو ملوش جمهور. لكن ما علينا في الكلام ده، المفروض ان الانديه الجماهيريه دي جماهيرها هتقف في ظهرها وهيبقى فيه منافسه شديده جدا جوه الدوري المصري، زي مثلا الدوري السعودي اللي عنده كميه محترفين مش طبيعيه وعنده كمان كميه مدربين اجانب مش طبيعيه وكل فريق له جمهوره. علشان كده الدوري السعودي احنا بقينا بنتفرج على الدوري السعودي دلوقتي. الدوري السعودي اصبح بالنسبه للمشاهد المصري زيه زي الدوري الانجليزي، بنتفرج على الدوري السعودي بالرغم ان احنا الانديه بتاعتنا ادت الانديه بتاعتهم لا مؤاخذه يعني على دماغها. يعني مثلا الزمالك لسه فايز على اهلي جده، وكمان الاهلي فاز على اتحاد جده السعودي في كاس العالم للانديه في بطوله رسميه. لكن برضو انت محتاج ان انت تطور الدوري بتاعك لحد بعيد جدا، وكفايه محسوبيه وكفايه سبوبه يا جماعه. المفروض ان في لعيبه جدا مظلومه جوه الدوري او في الانديه بتاعه الدرجات الادنى، مش بتلاقي حد يشوفها، مش بتلاقي حد يطلعها للنور، واللعيبه دي تستحق مليون مره في التواجد من لعيبه كتيره كانت موجوده في المنتخب في البطوله اللي احنا خرجنا منها امبارح. اتمنى كده تكونوا فهمتوا الدنيا، واتمنى تكونوا فهمتوا ان في محسوبيه وفي سبوبه شغاله كبيره جدا على ناس كتير موجوده في اتحاد الكوره بدون ذكر اسماء طبعا. لكن المفروض ان احنا نحاول نطور الكوره المصريه، لان الكوره المصريه زمان كانت احسن كوره موجوده عند العرب، دلوقتي الكوره المصريه اقل كوره موجوده في وسط العرب. عموما لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تدوس زر السبسكرايب ده اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا اللايك المتين كده عشان الفيديو بس يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.